في الجو التلج ده مش محتاج مننا غير اننا نعمل مخبوزات ونشغل الفرن وندفي البيت ونشم الروايح الجميلة، وبعجينة واحدة قطنية وفي منتهى البساطة مقادير سهلة جدا هنعمل مع بعض تورتة مكانك وباتيه بالشوكولاتة وسادة ومحشي جبنة. يلا نشوف المقادير. اول حاجة معايا 4 كوبايات دقيق ونخلاهم، وبعدين هشيل منهم كوباية بالشكل ده. هقول لكم المقادير وكمان هسيبها لكم على الشاشة. هضيف عليهم 4 معالق كبار لبن بودرة، كمان هنضيف 4 معالق صغيرة خميرة فورية، ومعلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح، و3 معالق كبار سكر. سبتلكم المقادير تقدروا تاخدوها سكرين. وبعدين بقى هنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض كويس اوي لحد ما يمتزجوا معايا. بعدين هضيف المية والزبدة والزيت، وبعدين هرفعهم على النار لحد ما يكونوا معانا دافين، وعلى طول هنجيبهم ننزلهم على الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض، ونبتدي نقلب بقى لحد ما نلم العجينة بايدينا او في العجان زي ما تحبوا. كوباية الدقيق بقى اللي كنا شايلينها من 4 كوبايات دقيق هننزلهم كده بالتدريج واحدة واحدة لحد ما نوصل للقوام اللي انا هوريهولكم دلوقتي. هبتدي بقى اشتغل بايدي علشان اكون متملكة اكتر في العجينة، ونفضل كده نعجن العجينة بقى بايدينا في النهاية لحد مثلا 10 دقايق 12 دقيقة. طبعا لو بالعجان هيبقى وقت اقل. وده كده القوام اللي احنا محتاجينه، اللي هي تكون بتلزق في ايدينا بس ما بتمسكش العجين في ايدينا. يعني خدت معايا كل كوباية الدقيق اللي انا كنت شايلها على جنب، يعني زي ما قلتلكم كده 4 كوبايات دقيق. وبعدين بقى نجيب حاجة محكمة كويس وندهنها بالزيت ونحط العجينة ونعمل وشها بالزيت برضو عشان بس ما تلزقش معانا. هنطلعها تكون بالشكل ده، وهنا مش عايزينها نسيبها كتير تخمر كتير قوي ويتضاعف حجمها جامد وتلزق في الغطا من فوق، لا، يعني يتضاعف حجمها بسيط ونطلعها. زي ما شفتوا خرجت منها الهواء ودخلتها تاني في العلبة، سبتها ترتاح 10 دقايق بس. نبتدي بقى نجهز الصينية بتاعتنا وندهنها بالزيت. نجيب بقى العجينة بتاعتنا بعد ما ريحناها كمان 10 دقايق لما خرجنا الهواء منها، ونرش عندنا حبة دقيق كده على الرخامة بتاعتنا نضيفه طبعا، وبالمردانة نبتدي بقى نفرد العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهتشوفوا دلوقتي السمك اللي فردناه قد ايه، هو ده بالظبط السمك اللي احنا عايزينه. هنبتدي نقطع العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب بقى قطعة السوسيس بتاعتنا وهنبتدي نحطها على العجينة كده. باخد المقاس دلوقتي، المهم عندي ان تكون كده طالعة من الاطراف، يعني العجينة ما تكونش مغلفاها بالكامل. ونساوي كده العجينة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط، ونقطع بقى نشوف احنا هنلف اللفة ازاي. زي ما ركزوا انا بعمل ايه بالظبط. قطعت كده وخدت جزء لفيته على السوسيس بتاعنا بس كده، هي لفة واحدة. وبعدين هنبتدي نشيل زيادة بالشكل ده، وبعدين بقى هنقسمها نصين بالشكل ده بالظبط علشان تقف معانا مظبوطة. نركز بقى في الخطوات اللي جاية دي، واحنا بنحطهم في الصينية بتاعتنا بنبعدهم عن بعض. الخطوة دي متصورتش، النهاية متصورتش ليه بقى؟ لان احنا هنسيبهم علشان يتضاعف حجمهم ويرتاحوا كمان مرة ويخمروا. الصينية ملحقتش اصورها لكم بعد ما خلصت، بس لحقت اصور لكم دول. يعني بعد بقى ما بنرصهم في الصينية بتاعتنا زي ما وضحت لكم ازاي بنسيبهم يتضاعف حجمهم ويخمروا معانا. نشغل الفرن بقى على درجة حرارة 190 وندخلهم رف اوسط. هياخدوا معانا من 15 ل 20 دقيقة. كمان حطيت على الوش جبنة موتزاريلا بالشكل ده، وكانت طعمها حلو جدا، عجبت الولاد، هتعجب اي حد من الولاد الصغيرين. يلا بينا بقى نعمل الباتيه السهل جدا 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 بدون توريق وبدون اي حاجة، هنعمله في منتهى البساطة. فردنا العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط، وبنبتدي بقى نقطع العجينة بتاعتنا. الاحجام بقى تحكمي فيها براحتك، عايزة تعمليهم صغيرين كبار، اكبر من اللي انا عاملاه اصغر من اللي انا عاملاه، كلهم قد بعض كلهم مش قد بعض، فده يرجع لك انتي. هنا خدت اخر طرف كده في العجينة زي ما شايفين، وحطيت جبنة ولفيت العجينة بتاعتي بمنتهى البساطة. كمان بنقفلها من الاطراف ما ننساش عشان الاولى ما تصورتش. بصوا بقى دي صورتها لكم، اول طرفين بس اللي بنقفلهم مش العجينة كلها بالشكل ده بالظبط، بنقفلهم كده عشان الجبنة ما تخرجش منهم. ونعمل كمان سادة، دي كده هنعملها سادة منتهى البساطة، لفيناها على بعض وبس كده. بص كده شكلهم ايه وكده بقى شكلهم ايه، يعني سيبناهم يخمروا ويتضاعف حجمهم للشكل ده. نفس ما سوينا تورتة النقانق كمان هنسوي الباتيه بتاعنا بنفس الطريقة، بس قبل ما ندخله الفرن انا دهنته بلبن او حليب.
زي ما شفتوا بالظبط. هيطلع معانا بالشكل القمر ده. السادة حطيت من الوش شوكولاتة، وعندنا بالجبنة، وكمان عندنا سادة من غير اي حاجة خالص بالشكل ده. حلو جدا، جربوه مش هتبطلوا تعملوه من جماله، وانا واثقة من ده. والله بجد احسن من اللي بره مليون الف مرة، والولاد قالولي كده بالحرف. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.